السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الثاني الثانوي، مكملين مع بعض حل تقييمات علم النفس. آخر تقييم قبل العيد، كل سنة وأنتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلى كل أحبابكم. تعالى كده لما نشوف التقييم السادس جاي لنا إيه فيه في علم النفس ونشوف نحله إزاي. وخلي بالك إن في يعني نشرة موجودة تقريبا لكل التوجيهات ولكل الناس ان الامتحانات، والكلام ده قاله الوزير قبل كده، ان الامتحانات من التقييمات. فالتقييمات مهمه جدا جدا لان الاسئله هتلاقيها ان شاء الله باذن الله في الامتحان. تعالى كده لما نشوف، بنقول هنا السؤال الاولاني: يعرف علم النفس بانه عجز الفرد عن استرجاع المعلومات سبق تعلمها وتخزينها في الذاكره عند الحاجه اليها. ايه ده انا مش قادر افتكر. يعني ايه مش قادر افتكر يا دكتور؟ يعني عندي نسيان. عند مشاهدة شريط سينمائي سريع الحركة تبدو الصورة وكأنها تتحرك باستمرار، لأن الذاكرة الأيقونية تحتفظ بالصور جزء من الثانية قبل ظهور الصورة التالية. يمثل ما سبق إحدى أنواع الذاكرة وهي الذاكرة. ما دام أنا مش قادر وبالحالة اللي إحنا بنتكلم فيها دي، يبقى أنا شغالة على الذاكرة الإيه؟ برافو عليك، الذاكرة الحسية. قيام أحد الشباب بالانضمام لجمعية خيرية والمشاركة في كل حملاتها كتوزيع المساعدات وتقديم بيقدم الخدمات. نستنتج مما سبق أحد أنواع المشاركات. ما دام هو بينضم للجمعية بيفكر إزاي هتكبر وإزاي يلم تبرعات وإزاي يوزع، يبقى هو جزء منها، يعني المشاركة عنده مشاركة عضوية. طفل تعرض لتجربة مخيفة في مكان معين ثم تجنب تذكر تفاصيل ما حدث، مش عايز يفتكر المكان ده خوفا عند المرور بالمكان نفسه. اكشف ما سبق عن احد العوامل المؤديه للنسيان وهات عليها مثال. تعالى كده اما نشوف حبيبي هنكتب له فيها ايه. هنقول له ان ده الكبت. هو يعني ايه الكبت؟ يعني نسيان، هو بينسى ومش عايز يفتكر اي حاجه حصلت. طب مثال عليها: عدم رغبة الفرد في تذكر حادثة سابقة مؤلمة. مثال سهل: عدم رغبة الفرد في تذكر حادثة سابقة مؤلمة. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول علينا ايه. مشاركة مجموعة من الشباب في مشروع لتعليم الأطفال الفقراء مهارات الحاسوب بالمجان. استنتج مما سبق أحد أشكال العمل التطوعي. العمل التطوعي نوعين: فعل مقصود وفعل غير مقصود. هكتب كده الفعل التطوعي المقصود. السؤال الثالث: يساعد العمل التطوعي الفرد على اكتساب مهارات شخصية مثل العمل الجماعي، القيادة، تنظيم الوقت. أحد قيم العمل التطوعي اكشف عنه مطبقا عليه بمثال. طب هكتب ايه في السؤال هنا؟ هكتب التطوع من الناحيه السيكولوجيه. انا شغاله على مهارات قياده، يبقى احنا شغالين على الناحيه السيكولوجيه. مثال: قيام احد المدارس باعداد معسكر صيفي للطلاب من اجل تقديم خدمات للاطفال الايتام. مثال سهل وبسيط وتفتكروا على طول ان شاء الله في الامتحان. تعالى لما نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه. يرى علماء الاجتماع انه سلوك اجتماعي يهدف الى تعزيز التضامن والتكافل بين افراد المجتمع وتحقيق المصلحه العامه. كلنا بنتكافل ببعض، يبقى دوت ايه؟ يبقى ده اكيد التطوع. شخص تعلم بلغات اجنبيه توقف عن استخدامها لفتره طويله، بعد عده اشهر يجد ان هو نسي كتير من المفردات نتيجه عدم استخدامها. ما بقاش بيستخدمها، يعني حصل فيها ايه؟ حصل فيها، برافو عليك، احنا شغالين على التضاؤل. ما بقاش بيستخدمها لفتره طويله، يبقى احنا تضاؤل. اكد علماء النفس على انها تعبر او تعتبر المرحله الثانيه من مراحل الذاكره. احنا المرحله الاولى الحسيه، الثانيه قصيره المدى، الثالثه طويله المدى. قال لي الثانيه، يبقى احنا شغالين على الذاكره قصيره المدى. يرى علماء النفس انها عدم القدره على تذكر خبره سابقه رغم انها مرت بمرحله التعلم. احنا شغالين على مفهوم نفسي مهم جدا اسمه النسيان. هكتب النسيان. طب هو عايز كده بس؟ هو قال لي عايز مثال. تعالى نكتب مثال سهل وبسيط تفتكروا على طول ان شاء الله. نسيان عنوان منزل احد الجيران القدامى الذي لم تقم بزيارته منذ سنوات. يبقى مثال سهل وبسيط وما فيهوش اي حاجه. تعالى كده: قيام شخص بمساعده شخص مسن على عبور الشارع عند رؤيته يحتاج لمساعده. يبقى هو ما كانش قاصد يعمل كده، ده هو حصل معاه كده بس. يبقى انا هكتب ايه؟ السلوك التطوعي. مقصود؟ لا اكيد مش مقصود، هو مش مرتب ده يحصل. الغير مقصود.
يساهم التطوع في مساعدة الفئات المحتاجة مثل الفقراء كبار السن، مواجهة العديد من ظواهر المجتمع كظاهرة الأمية. أي قيم من قيم العمل التطوعي، وهات عليه مثال من عندك. تعالى كده لما نقول التطوع من الناحية التنموية أو التنمية. تاني، التطوع من الناحية التنموية أو التنمية، مثال قيام جمعية رسالة بتوفير بطاطين لفصل الشتاء. مثال سهل وبسيط، هو هنا بيساعد الفقراء. تعال ما نشوف التقييمات جاي لنا فيه ايه. التقييم من المجموعة الأولى: يعرف علماء النفس انخفاض في قوة الذاكرة بمرور الوقت نتيجة عدم الاستخدام. أنا بنسى، أيوة، يبقى ده مفهوم النسيان. شخص اتعلم قاعدة نحوية بطريقة معينة، مستر اداها له، راح المرحلة الإعدادية وبعد كده الثانوية لقى إن هما بيدوها له بطريقة تانية. حصل إيه؟ برافو عليك، حصل هنا تداخل ما بين القاعدتين. قيام أحد رجال الأعمال بشراء مجموعة من المستلزمات الطبية عشان يدعم حملات التبرع بالدم. يبقى هو دفع، يبقى هو شغالين على المشاركة المالية. يؤكد العلماء أنها المخزن الأساسي للمعارف، الخبرات والمهارات التي نكتسبها عبر حياتنا، تتميز بساعتها غير المحدودة، تعتمد على الفهم والتنظيم والربط أكثر من التكرار. المخزن الأساسي دي يبقى الذاكرة الأساسية اللي هتفضل موجودة معانا. يبقى احنا شغالين على الذاكرة طويلة المدى. هكتب الذاكرة طويلة المدى. عايز يا دكتور؟ عايز مثال. اكتب مثال: تذكر الفرد لأفضل الأطعمة أو أسماء الأشخاص المقربين. يبقى تذكر الفرد للأشخاص المقربين أو لأسماء الأشخاص المقربين. مثال سهل وبسيط، 4 كلمات وفي نفس الوقت صح. السؤال اللي بعد كده، تعالى كده: قيام مجموعة من الأطباء بتنظيم حملات توعية صحية لتقليل انتشار الأمراض المعدية في المدن الفقيرة. أحد أشكال العمل التطوعي، اكشف عنه وهات عليه مثال. هكتب له ده فعل تطوعي مقصود، هم قاصدين إن هم يعملوا كده، مؤمنين بأهمية اللي بيعملوه. مثال: قيام أحد المعلمين بإعطاء دروس محو أمية بدون مقابل. يبقى هو قاصد ومؤمن وقاصد اللي هو بيعمله. تعال لما نشوف حبايبنا المجموعة التانية جاي لها ايه. جهد يقدم بإرادة حرة دون إلزام قانوني أو تعاقد ملزم، غالبا يتم في إطار مؤسسات وجمعيات أهلية. برافو عليك، ده تطوع. يساعد مساندة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالكلمة الطيبة، كلمة بس، تقديم دعم نفسي، طمأنينة، نشر السعادة، الأخوة. يبقى أنا شغالة على المشاركة ايه؟ برافو عليك، مشاركة معنوية. أحد عوامل النسيان الذي يؤدي لتغيير أو تحريف المعلومات أثناء تخزينها أو استرجاعها بحيث لا يمكن تذكرها كما حدثت في الواقع، بل بصورة معدلة أو غير دقيقة. لأن هي حصل لها إيه؟ برافو عليك، هي حصل لها عامل من العوامل اللي إحنا بنتكلم عليه اللي هو اسمه التشويه. يبقى هي حصل لها التشويه. أحد أنواع الذاكرة التي تتميز بأنها ساعتها كبيرة جدا، تستقبل كمية هائلة من المثيرات في لحظة واحدة، ولكن مدتها قصيرة جدا. قصيرة جدا دي يبقى أنا شغالة على الذاكرة الحسية. فأنا هكتب الذاكرة الحسية. عايز إيه؟ قال لي عايز مثال من عندك. مثال سهل: عدم قدرة رجل المرور على تذكر رقم لوحة السيارة أثناء مرورها بسرعة. هو مش قادر يفتكرها عشان هي بتعدي بسرعة فهو مش قادر يتذكرها. تعالى لما نشوف السؤال الثاني: قيام مجموعة من الشباب بتقديم الماء الطعام لمجموعة من الأفراد المتضررين نتيجة حدث طارئ. يبقى هم مش قاصدين يعملوا كده، يبقى ده سلوك تطوعي غير مقصود. تاني، سلوك تطوعي غير مقصود. حبايبنا المجموعة الثالثة والأخيرة: يعرف علماء الاجتماع مساهمة غير مدفوعة الأجر تسهم في التنمية وتقليل الأعباء الدولة من خلال تقديم خدمات مجتمعية. يبقى أنا شغالة على التطوع. تعد المرحلة الثالثة من مراحل الذاكرة، تختص بتخزين معلومات لفترات ممتدة تطول لساعات لسنوات طوال الحياة. يبقى أنا شغالة على الذاكرة إيه؟ ذاكرة طويلة المدى. يرى علماء النفس أنه فشل في عملية استرجاع أكثر من فقدان كامل. أنا مش قادر أفتكر، عندي نسيان. شخص اتعلم برنامج على الكمبيوتر ولما يستخدمه لفترة طويلة نسي ليه؟ علشان هو حصل تضاؤل لاستخدام المعلومات دي. يبقى احنا شغالين على التضاؤل. اكتب له التضاؤل. مثال: صعوبة تذكر طالب في المرحلة الإعدادية لقانون رياضي درسه في المرحلة الابتدائية. يبقى صعوبة تذكر طالب في المرحلة الإعدادية لقوانين المرحلة الابتدائية. مثال سهل وسهل إن أنت تفتكره. آخر سؤال:
قيم احد الشباب بالتطوع في مستشفى كمساعد وموظف تطوعي. يبقى هنا المشاركه بتاعته مشاركه اساسيه، مشاركه بتاعته مشاركه عضويه، انا هكتب له مشاركه عضويه. خلصنا التقييم، كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم، واشوفكم بعد العيد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.